السلام عليكم. راح احكي تجربتي باختصار ان شاء الله، بس ساعدتكم لك المبطل من فترة 5 سنين. بالاساس القيد كان اسطنبول، نزلت عودة طوعية بال 2018، سلمته ببايزيد، اخذت اذن سفر خارجي وبصمت في معبر باب الهواء. بعد مدة 3 سنين رجعت لتركيا تهريب. اخذت تحويلي من السلطان بيلي بالشهر العاشر 2020 باتجاه ولاية مرعش. ما استفدت شيء في مرعش، بس مواعيد بدون شيء. حاولوا يعملوا لي طلب استرحام هونيك، ما قبلت، لا ابصم ولا سبيت شيء هونيك. رجعت لولاية اسطنبول، قدمت طلب استرحام لإدارة الأمن العام في أنقرة ولإدارة الهجرة في أنقرة. الجهتين حولوني لاسطنبول لوجود قيد الأساسي باسطنبول. باسطنبول بعد انتظار مدة 2 سنين بدون أي إفادة، كل ما أروح راجعوني يقولوا لي لسه ما جاء اسمك من الأمنيات، عم يفيشوا لك الأمن. حاولت بشتى الوسائل، آخر شيء خبروني إنه بدهم قريب درجة أولى حصرا باسطنبول لحتى يقبلوا يعطوني كملك اسطنبول. زوجتي وابني عندهم كمالك بولاية مرسين. نزلت أخذت موعد لطلب الاسترحام بالأمنيات البحر الكبيري، أعطوني موعد بعد أسبوع للمقابلة. رحت عملت المقابلة. بنفس موعد المقابلة خبروني، عم يتواصلوني مع أنقرة مباشر، خبروني إنه تم قبولك. بعد 60 يوم بتراجع أمنيات المتروبول مكان تحديث البيانات، بتروح لهونيك بتعطيه رقم التيجي، بيكون اسمك موجود على الباب. بعد 60 يوم في الضبط راجعت الأمنيات عند المتروبول، الحمد لله أعطوني موعد بصم أولي بعد يومين. رجعت بعد يومين، أعطوني وثيقة وخبروني بعد 32 يوم تجي بتبدل على الكملك الأصفر. الحمد لله رب العالمين، اليوم تم استلام الكملك الأصفر، وخبرنا الموظف انه تم ازاله كافه الكواد اللي عليك، كود الخروج الطوعي، علما انه هلق موجود في الايدولات، بس قال لي هذا شيء اجراء امني، يعني بيضل في ملفك بس ما بيأثر. وهاي تجربتي ان شاء الله باختصار. وبنصح جميع الناس اللي عنده قريب درجه اولى بولايه مرسين لا يباطئ في الامر ولا يستهين فيه، يروح يقدم معه، ياخذ الاثبات. اذا متزوج ياخذ دفتر عائلي، او اذا له اب او ام ياخذ دفتر العائلي مترجم نوتر مع اثبات شخصي له وصور كمالك القريب الدرجة الأولى. والله يجزيك الخير أخي أبو حمزة جابر العسارات الكرام، كان معي بكل خطوة خطيته وما قصر، الله يجزيه الخير، وشكرا كتير والله يوفق الجميع إن شاء الله.